السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ إيه الاخبار؟ يا رب دايما بخير يا رب. اهلا بيكم يا جمهور المنتدى. النهارده كانت اول مباريات المنتخب المصري في البطوله الوديه بقياده كابتن حسام حسن. البطوله الوديه المقامه في مصر على استاد العاصمه الاداريه اللي بتضم 4 منتخبات مع منتخب مصر، منتخب تونس، ومنتخب نيوزيلندا لعبنا النهارده، ومنتخب كرواتيا. الماتش هيبقى ما بين تونس وكرواتيا بكره ان شاء الله. اللي هيكسب من الفرقتين، مصر كسبت هتلعب على النهائي، واللي هيكسب من ماتش تونس وكرواتيا هيلعب بكره ان شاء الله. اللي هيكسب منهم هيقابل منتخب مصر في النهائي، واللي هيخسر هيلعب مع منتخب نيوزيلندا على الثالث والرابع. منتخب مصر في اول قياده فنيه للكابتن حسام حسن كسب 1-0 ضربه جزاء مصطفى محمد. هنتكلم النهارده في الفيديو عن شكل المنتخب مع كابتن حسام حسن وتصريحات مثيره للجدل من كابتن رضا عبد العال. الاول هنتكلم على ماتش المنتخب. ولا الاستاد العاصمه الاداريه استاد رائع جدا جدا، اكيد هيقام فيه كل المباريات المهمه. المنتخب النهارده ابتدى بتشكيل ابو جبل، ابتدى محمد هاني، ابتدى برامي ربيعه، ابتدى محمد منعم، حمدي باك شمال، نص ملعب مروان عطيه، امام عاشور، قفشه بيعود اخيرا للمنتخب، تريزيجيه على الشمال ومرموش على اليمين، ومصطفى محمد مهاجم. 4-3-3 الطريقه التقليديه للمنتخب المصري بقى له فتره بيلعب بيها. طيب كون ان انت اتفرجت على ماتش النهارده هتقيم المباراه وهتقيم المنتخب المصري عامل ازاي. اولا الماتش كان متوسط جدا، لسه كابتن حسام ما استقرش او لسه ما شفناش شغل يقدر يبان. اللعيبه بقى لها 10 ايام او تجميعه معسكر، فالشغل اللي طالع او النتيجه من الشغل اللي طالع مش هتبقى ظاهره قوي. اوكي، بس في ايجابيات كتير ظهرت في المنتخب النهارده. اولا الشوط الاولاني 45 دقيقه سجال ما بين الفرقتين، مفيش فرص حقيقيه غير كره واحده بس اتشطت على ابو جبل، كانت فوق العارضه، كانت اعلى من العارضه، فوق العارضه بشويه. وانت كان عندك حوالي 3 أو 4 فرص في المباراه غير ضربه الجزاء، منهم فرصه مميزه جدا اللي قفشه عملها لحمدي، وحمدي راح لعبها لتريزيجيه، وتريزيجيه شاطها بشماله وراحت جنب القائم الايسر للحارس المرمى منتخب نيوزيلندا. وطبعا اصابه امام عاشور، يعني عنده مشكله في الترقوه وممكن يقعد من 2.5 3 شهور، فربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله باذن الله. طيب الشوط الاولاني كان سجال ما بين الفرقتين، انت كنت ماسك كوره اكتر من المنتخب المصري. الشوط الثاني منتخب نيوزيلندا نزل ضغطك قدام ال 18، ما كانش بيخليك يحاول ان انت تطلع كوره صح، لان انت الشوط الاولاني كنت بتطلع كوره بشكل كويس. اجمالا الشوط الاولاني انت كابتن حسام حسن كان معتمد، كان مقرب الخطوط، كان مقرب اللعيبه لبعض. الفرقه او المنتخب كان ليه شخصيه، كان ليه شكل، كان مقرب اللعيبه من بعض. في حاله الهجوم كنت بتفتح جناب الملعب، ولما الباكات تطلع لقدام الجناب تخش لجوه زي مرموش وتريزيجيه، والباكات هي اللي تفتح من وراها. ده شفناه الشوط الاولاني. الشوط الثاني منتخب نيوزيلندا نزل ضغط عليك من 18 عشان ما تطلعش كوره، ونجح فعلا في ده لحد الدقيقه 75. اخر ربع ساعه انت ابتديت ترجع للماتش، ابتديت تمسك كوره تاني، ابتديت تغير طريقه لعبك. والتبديلات اللي اتعملت، التبديلات اتعملت في وقت متاخر جدا في الدقيقه 74. انا مش شايف ان التبديلات اثرت بشكل كبير او غيرت من حاجه من المباراه، هي تبديلات لتنشيط الحركه مش اكتر من كده. طيب اجمالا المنتخب ظهر بشكل كويس، مش جيد بس كويس متوسط. طيب ده ايه؟ دي حاجه كويسه. انت بقالك 10 ايام كابتن حسام حسن قعد مع اللعيبه المحترفه جات له يوم 18، اذا كان مصطفى محمد ولا تريزيجيه ولا مرموش، يعني انت بتتكلم يوم 18 حوالي 5 ايام. حاول على قد ما يقدر يطلع او يقول اللي هو شايفه اللي يفيد المنتخب في الماتش ده والماتش اللي بعديه اللي احنا هنلعبه، اذا كانت كرواتيا او تونس. فتقييمي الشخصي هي مباراه متوسطه مقبوله. انت كسبت 1-0، جات لك فرص ضيعتها، الفرقه قدامك ما جاتلهاش فرص حقيقيه. ليه؟ عشان انت كنت لعيبتك حطيتهم قريبين من بعض ومقفل نص الملعب، وبتعرف تطلع وبتعرف تقطع الهجمه. والشوط الاولاني ظهر انت بتعرف تطلع بالكوره.
الشوط الثاني كان عندك مشكله حقيقيه فعلا، اللي انت ما كنتش عارف تخرج بكوره لانهم ضاغطينك من 18. فدي مشكله اكيد هيحلها كابتن حسام حسن. في عيوب، في عيوب ان انت ما كنتش عارف تطلع من 18 او ما بتعرفش تطلع الكوره في الشوط الثاني، دي كانت مشكله. تمام، فلازم اكيد كابتن حسام حسن هيحلها. انا هدمج بس تصريحات كابتن رضا عبد العال، يعني مش هقفل الموضوع شكل المنتخب او تحليل المنتخب، هدخله مع تصريحات كابتن رضا عبد العال ونحلل كمان اداء المنتخب مع التصريحات دي. تمام. كابتن رضا عبد العال ظهر في فيديو عامله بيتكلم فيه عن المنتخب، قال من ضمن تصريحاته ان مفيش شكل واللعيبه وحشه. ناخد تصريح ونحلله على اللي حصل في المباراه. طيب اللعيبه وحشه، مين اللعيبه اللي وحشه؟ يعني قال بذكر بالاسم عمر مرموش، ليه مخليه لاخر الماتش؟ كابتن رضا، عمر مرموش هو الوحيد اللي كان قدام اللي بيجري وبيروح وبيشوط وعامل شكل. تمام. وقال ان تريزيجيه كويس، ليه يطلع؟ تريزيجيه ما كانش ظاهر اصلا في الماتش يا كابتن رضا. اصلا تريزيجيه الجبهه بتاعته اليسرى ما كانتش ظاهره، جبهه ناحيه اليمين ناحيه مرموش كانت ظاهره اكتر بكتير، ومرموش كان بيروح كتير. فدي حاجه حضرتك كنت بتتفرج على ماتش تاني، خليك بس مركز معايا انت كمشاهد، وركز معايا في اللي انا بقوله من تصريحاته والتحليل للماتش من التصريحات دي. تمام. فادي نقطه. النقطه الثانيه، مفيش روح. طب معلش قارنوا معايا كده واحنا برضو بنحلل التصريحات دي، قارنوا معايا المنتخب اخر مره انت شفته واتفرجت عليه في البطوله الافريقيه والنهارده، قارن ما بين ده وده. اوكي، خليك معايا. بيقول مفيش روح. انت كل التحام النهارده كانت اللعيبه بتجري وبتقف. مصطفى محمد شفناه بيدافع في ال 18 بتاع منتخب مصر. مصطفى محمد كان واقف على الكوره لحد الكوره ما تطلع في هجمه لمنتخب نيوزيلندا، واقف لحد ال 18. انا ما بقولكش ان دي وظيفته، انا مش بتكلم في كده، بس انا بتكلم الروح اللي مش موجوده. مروان عطيه بيجري في الملعب كله وبيقطع الكور. امام عاشور قبل ما يطلع ويتصاب بيقاتل على كل كوره. مرموش بيرجع لحد الدفاع ورا، هو وتريزيجيه بيقاتلوا على كل كوره، غير لعيبه الدفاع، غير رامي اللي كان بيشيله رامي ربيعه ومحمد منعم. هو دي مش روح؟ هي اللعيبه دي كانت واقفه على رجليها في نفس المباريات بتاعت المنتخب الاربع مباريات اللي لعبناها في بطوله افريقيا. هتيجي تقول لي انت كنت بتاخد ده ماتش ودي، ده رسمي مش عارف غير. لا حضرتك ثواني بس، احنا قابلنا الكونغو وقابلنا موزمبيق وقابلنا غانا وقابلنا الراس الاخضر. اوكي، مستويات الفرق دي هي نفس مستوى الفرقه اللي انت لعبتها النهارده وما تقلش عنهم، بل بالعكس ممكن تزيد شويه. الفرقه اللي احنا قابلناها النهارده فرقه نيوزيلندا فرقه محترمه، مش وحشه، مش واقعه. انت نفس مستوى نيوزيلندا دي انت قابلتها في البطوله الافريقيه من الاربع منتخبات. طب ايه الفرق؟ الفرق حضرتك ان انت ما كنتش بتدافع في المباريات دي. انت كل ماتش كان بيخش فيه جونين. انت طالع من البطوله من 4 مباريات داخل فيك 7 اجوان، جونين من موزمبيق، جونين من غانا، جونين من راس الاخضر، جون من منتخب الكونغو في دور ال 16. انت ايه الاختلاف؟ المنتخب النهارده اللي اختلف عن المنتخب بتاع النهارده وبتاع بطوله افريقيا، اللعيبه قريبه من بعض، اللعيبه واقفه على رجليها، اللعيبه واقفه على حيلها، في روح. اللي حضرتك يا كابتن رضا بتقول مفيش روح. مفيش روح ازاي يعني؟ ازاي مفيش روح؟ اللعيبه واقفه بتدافع كويس جدا، بتقطع كور كويس جدا. عندك مشكله في طلوع الكوره في الشوط الثاني، دي حقيقه، لكن ازاي مفيش روح؟ هو ده المنتخب اللي انت بتتفرج عليه في بطوله افريقيا؟ مش هو ده المنتخب اللي انت بتتفرج عليه في بطوله افريقيا. من ضمن الحاجات الثانيه ما ينفعش. هو ليه جاب اللعيبه المحترفه؟ كابتن رضا مدير فني، سيبك من هو كابتن حسام حسن، اي مدير فني خلقه ربنا راح يمسك منتخب بلد. تمام، اول مباراه ليه في توقف دولي من الفيفا وبيجرب اللعيبه وعاوز اللعيبه تنفذ فكره، وهيبتدي يشوف اللعيبه ومين بينفع بطريقته ومين ما ينفعش، ويبتدي يجرب. ازاي ما يجيبش لعيبه محترفه؟ ازاي يعني؟ ازاي لما هم اساس اي منتخب؟ ازاي حضرتك بتتكلم ان هو كان يشوف لعيبه محليه؟ مين اللعيبه المحليه اللي عندك؟ كلنا لو احنا جمعنا المشاهدين كلهم اللي بيتفرجوا على الكوره وبيتابعوا كوره ومع المحللين مع حضرتك، لو قعدت تتكلم على لعيبه محليه تيجي تلعب مكان لعيبه محترفه، مش هتطلع اكتر من 4-5 لعيبه. ال4-5 لعيبه او 6 لعيبه اللي حضرتك بتتكلم عليهم دول كل معسكر ممكن يضم منهم 2 لعيبه، يبقى انت شفتهم خلاص. لكن انا اوقف بتاع حوالي 7-8 لعيبه محترفه ما اجيبهمش في بدايه مشوار مدير فني مع منتخب، وهي دي التجميعه الوحيده اللي هتبقى قبل الماتشين بتوع شهر 6 بتوع تصفيات كاس العالم. باي منطق؟ اللعيبه دي هتلعب معايا امتى؟
تيجي بقى النهارده بقى انا مش هجيب اللعيبه المحترفه، العب باللعيبه المحليه زي ما انت ما بتقول واتغلب، ويتقال بعد كده ان انا اتغلبت على ارضي وكابتن حسام لعب غلط وما ينفعش وشكلنا وحش وازاي نتغلب على ارضنا وازاي مش عارف ايه والكلام والعك ده كله. انت اول واحد كنت هتطلع تقول الكلام ده لو كان جاب لعيبه محليه وخسر الماتش. طب ما هو ده بيقول لك ان اللعيبه اللي لعبت مع اللي كانت بتلعب في بطوله افريقيه اتغير حالها، الشكل العام اتغير، الشكل العام اتغير. لا في روح، في لعيبه قريبه من بعض، في لعيبه ملتزمه بتقال لها. قلت برضه هو ما فيش اي شكل فني، ازاي ما فيش اي شكل فني؟ طبعا الشكل الفني كما احنا كمتابعين كوره بنتفرج قليل، بس انا عايز اقول لك على حاجه. النهارده انت لو تاخد بالك في النهارده كام اوفسايد جالنا احنا بنهاجمهم، تمام؟ في كام اوفسايد حسب علينا؟ اتحسب علينا حوالي 6 او 7 اوفسايد. ده من ايه؟ انت لو تاخد بالك ان لعب الكوره كان بيتلعب على الجناب، اذا كان تريزيجيه او عمر مرموش لقدام على الجناب، تمام؟ ده تكتيك لعب. حضرتك بتجمع كوره في نص الملعب وتقوم راميها على الوينجات. الوينجات لو واقفه صح انت كنت رحت للجول. مركز معايا؟ يعني ده تكتيك لعب، اللي انت تجمع لعبه في نص الملعب وترمي بعد كده على الوينجات. ده يا فندم تكتيك لعب، ده اسلوب لعب. فما تجيش تقول لي انت النهارده المفروض كنت مدير فني يا كابتن رضا، تيجي تقول لي ما كانش فيه فنيات وما كانش فيه تكتيك. ازاي يعني ما كانش فيه فنيات؟ لا ده اسلوب لعب حضرتك بتعتمد عليه فرق ومنتخبات، انك تجمع لعبه في نص الملعب وتلعب على الوينجات فيتحسب عليك اوفسايد. اللعيب بقى مش واقف صح. هنا اللعيب مش واقف صح. لو واقف صح ومغطي نفسه هتروح للجول او هتعمل هجمه، هتعمل هجمه مفيده. انت حضرتك فاهم المقصود؟ يعني برضو من ضمن كام الهجمات جت بالصدفه. يعني ايه جت بالصدفه؟ انت بتحاول تطلع قدام بالكوره، تحاول تلعبها على الجناب زي ما احنا اتفقنا، تحاول حتى الكوره بتاعت حمدي لما جه ولعبها لتحت تريزيجيه، في كوره ثانيه من امام عاشور راح وضم. يعني ايه بالصدفه؟ مفيش حاجه اسمها في الكوره بالصدفه. يعني ممكن يبقى معاك نسبه حظ ان الكوره تخش الجول، لكن مفيش حاجه اسمها هجمات بالصدفه. يعني ايه هجمات بالصدفه دي؟ تصريح تاني برضو منه ان الجمهور اللي بيتكلم في ايجابيات النهارده ده جمهور كذاب. يعني ايه جمهور كذاب؟ يعني اي حد طلع بيحلل النهارده في تحليل المباراه وبيتكلم عن ايجابيات في المنتخب يبقى بيتكلم غلط وبيطبل وكذاب. الجمهور لما يقول لحسام حسن كويس في بعض الايجابيات النهارده ده جمهور كذاب. هو ما فيش غيرك اللي بيفهم في الكوره؟ مفيش غيرك بيتكلم على الكوره؟ يا جماعه ايه له الكلام؟ هو كابتن رضا انت كنت بتتفرج على ماتش تاني؟ كابتن رضا انت اكيد كنت بتتفرج على ماتش تاني، اكيد ما كنتش بتتفرج على ماتش النهارده المنتخب كابتن حسام حسن. برضو انا مش في كلامي ده بعلي كابتن حسام حسن وبقول هو وهو، لا، بس في بعض الايجابيات. قارن ما بين المنتخب النهارده والمنتخب في البطوله الافريقيه. هتقول لي ما دي مباريات وديه. يا عم ماشي انا معاك، بس النهارده كابتن حسام حسن واللعيبه مش واخدين اي مباريات وديه، كانوا بيلعبوا بجد. سيبك من ان هي بطوله وديه، انا فاهم ده، بس اللعيبه كانت بتلعب بجد. كابتن حسام حسن نازل عشان يلعب المباراتين دول بجد، مش نازل ان هو ينزل يجرب. والدليل على كده ان التغييرات عملها في اخر 10 دقائق. يعني هو الراجل بيلاعب القوام الاساسي للمنتخب، عايز ينفذ فكر معين او شكل معين. هي دي الفكره كلها. فما تجيش تقول لي الجماهير مزيفه، ما تجيش تقول لي ان جماهير كدابه او هتكذب. ايه الاسلوب ده؟ يا كابتن رضا انت كنت مدير فني، ما انت لو كنت مدير فني ناجح انت بتطلع تتكلم مع الجمهور. انت عايز توصل ايه للجمهور؟ بتحسسنا ان انت جوارديولا في نفسك، اللي انت انشيلوتي في نفسك. طب كنت نجحت، كنت صعدت الفرق للدوري الممتاز، كانت الدوريات الموجوده في الدوري الممتاز كانت جابتك. الله يكرمك يا كابتن رضا، اتكلم كلام عقلاني، اتكلم كلام حق الله. ضمن التصريحات اخر تصريح بيقول لك اصل ضربه جزاء امام عاشور مشكوك فيها. يا كابتن رضا الفيديو لضربه الجزاء اتعاد فوق ال 15 مره من كل الزوايا. المدافع ركبته في ركبه امام عاشور، ما لمس الكوره. انت مستني ان هو ياكله نص ويضربه وينزل عليه يضربه عشان يتحسب ضربه جزاء؟ يا كابتن رضا قول كلام حق الله. انت كنت بتتفرج على ماتش ايه؟ اكيد ما كنتش بتتفرج على ماتش منتخب النهارده. نخرج من المباراه النهارده، دي نهايه التصريحات كابتن رضا. هنخرج من المباراه النهارده كابتن حسام حسن حط ايده على بعض النقاط الاساسيه، حط ملامح
في اسلوب اللعب. اللي فاهم كوره او بيتفرج على كوره يقدر يفهم انه كان بيحاول يجمع لعبه في نص الملعب ويبتدي يرمي على الوينجات، وده اللعيبه خلى اللعيبه اما ما كانتش واقفه صح ظهر ان انت كان عليك تسللات كتير النهارده. كان في ناحيه دفاعيه متماسكه. انت في 4 ماتشات في بطوله افريقيا تجيب فيك 7 اجوان، كل ماتش جولين وماتش واحد جول. انت النهارده ما دخلش فيك اجوان. هتقول لي فرقه واقعه؟ لا، الفرقه اللي قدامك مش واقعه، الفرقه اللي قدامك نفس مستويات المنتخبات اللي انت قابلتها في بطوله افريقيا، اذا ما كانتش هي زياده شويه. على الاقل هم كانوا بيعرفوا يبصوا ماسكين كوره. هتقول ما ماسكين كوره عليك عشان انت وحش؟ لا، طب ما انا كنت وحش في بطوله افريقيا. انا النهارده وحش، انا متماسك دفاعيا. فالشكل العام متوسط مقبول، بدايه كويسه يا كابتن حسام حسن، وان شاء الله منتظرين اكتر من كده بكتير، انه يشتغل على نقط الضعف بتاعتنا او يطور نقط القوه بتاعتنا. الماتش الجاي هيبقى ماتش اهم، لان انت هتقابل يا تونس يا كرواتيا، والاحتمال الاكبر والاغلب هو كرواتيا. فهيبقى في ماتش مستوى فني عالي جدا، لان كرواتيا جايب اللعيبه الاساسيه بتاعتها كلها، فهيبقى ماتش قوي. فبالتوفيق لكابتن حسام حسن. ودي كانت نهايه حلقتنا النهارده. طبعا ما تنساش لو انت بتتفرج علينا على اليوتيوب اشترك بالقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ولو انت بتتفرج علينا على الفيسبوك او تيك توك او الانستجرام اعمل لايك للبيج بتاعتنا، ولو عندك اي تعليقات شاركنا بتعليقاتك. السلام عليكم.